اقتنعت تشوي بكلام جونجومو وذهبت لتسليم نفسها للحراس، ولكن كان يوجد هناك مكان تريد الذهاب إليه أولا. خرجت تشوي من القصر وذهبت إلى المكان التي دفنت فيه جونجومو أمها ما يونجي. جلست تشوي تبكي وتقول: لم أكن أريد قتلك أبدا، لقد كنا أصدقاء أنا وأنت وهين، لكني كنت مجبرة على هذا، أرجوك سامحيني. ذهبت تشوي لتسليم نفسها والاعتراف بكل شيء. أثناء رجوعها للقصر وجدت شريطة حمراء على شجرة، فرحت جدا عند رؤيتها. فاقتربت منها تشوي وحاولت إمساكها، وتذكرت عندما كانت طفلة وكانت توجد شريطة حمراء على الشجرة، وصعدت لكي تأخذها. فحاولت أن تمسكها لكنها وقعت، وحاولت الإمساك بفرع شجرة. كانت تمسك بها بقوة، لكن الأمر كان صعب عليها. وتذكرت نفسها عندما وقعت من الشجرة، وكانت هان ومايونجي معها، وضحكوا جميعا عندما وقعت. وهنا تركت تشوي يدها وسقطت وانتهت للأبد، وهذه هي نهاية كل ظالم. بعد موت تشوي
قالت جونجما لمين جانج أن المنطقة التي ماتت فيها تشوي مدفون فيها أمي مايونجي، وأعتقد أنها ذهبت إليها لكي تغفر لها وتسامحها على ظلمها لها. انهارت جوم يونج من البكاء عندما عرفت بموت عمتها تشوي، وكانت جونجما في الخارج تسمعها. وتم الحكم في القضية، وكانت أوامر الملك كالتالي: الوزير أو يعزل من منصبه ويتم نفيه في جزيرة بعيدة. نائب الوزير أو يعزل من منصبه ويتم نفيه إلى جزيرة بعيدة أيضا. أخو تشوي يتم جلده ويصبح عامل في مناجم الفحم. جوم يونج تعزل من منصبها وتطرد من القصر. الطبيب ويولي الممرضة تسحب منهم رخصة مزاولة الطب ويطردوا من القصر. تم نفي الوزير ونائبه وتم وضعهم في أقفاص لكي يروهم الشعب. وأخو تشوي كان يظهر عليه التعب من شدة التعذيب. لكنه فارق الحياة أثناء ذهابه للعمل في مناجم الفحم، وقال لهم الحارس: احفروا هنا وادفنوه. لم تنفعه أمواله الكثيرة التي قام بجمعها، وتم دفنه في مكان لن يعرفه أحد. عند خروج جوم يونج من القصر، أرسلت طفلة لكي تبحث عن جونجما. ذهبت جونجما إليها فقالت لها جوم يونج: لدي شيء يخصك، وأعطت لها رسالة وقالت لها: هذه الرسالة التي تركتها لك أمك.
لقد طلبت مني عمتي تشوي أن أحرق الرسالة، لكني تراجعت. هذه أنا تصرفاتي لا تشبه تصرفات عمتي تشوي. حاولت أن أبتعد عنها وعن عائلتي، لكني لم أستطيع ذلك. لم أكن أريد أن يحدث كل هذا، كنت أريد فقط أن أصبح طباخة ماهرة. أرجو منك أن تسامحيني. وتركتها وذهبت وألقت نظرة أخيرة على القصر وغادرت للأبد. عند خروجها كان مين جانج ينتظرها، وقال لها: أنا آسف، هذا ما أستطيع أن أقوله لك الآن. نظرت إليه وقالت: يجب أن تعرف، لقد كنت أحبك منذ طفولتي. وتركته وذهبت. بعد موت تشوي وكشف مكايد عائلتها، شكر الملك جونجما على كشفها للحقائق. قال لها: تستحقين مني مكافأة كبيرة. وقرر إعطاء جونجما 15 كيس من الأرز و6 أكياس من الفول وكيسين من الجينسينج. وقالت لها الملكة: لقد أخبرتيني أن لك أمنية منذ الصغر، فما هي هذه الأمنية؟ فقالت جونجما: لدي 3 أمنيات مولاتي. أول أمنية رد الاعتبار لمعلمتي هان، والثانية رد الاعتبار لأمي التي كانت وصيفة في القصر وتم ظلمها بواسطة شوي، أما الثالثة فهي تخصني. في هذا الوقت كانت الوصيفات في المطبخ الملكي يتحدثون في من ستصبح الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي، وفجأة
دخلت عليهم جمجمة وهي ترتدي ملابس الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي، واندهش الجميع. فقالت لهم الوصيفة المساعدة: قدموا الاحترام للوصيفة الأولى للمطبخ الملكي. قالت لهم جمجمة: سأقوم بطبخ طعام الغداء للملك، وأرجو منكن أن تساعدوني في هذا. وقامت جمجمة بتحضير أطباق الطعام المختلفة للملك. وكانت الوصيفة مين تنظر إليها باستغراب، تريد أن تعرف منها ما حدث. تذوق الملك الطعام وأعجب به جدا، وشكر جمجمة على هذا الطعام اللذيذ. قالت جمجمة: بل أنا من يجب أن يشكرك يا مولاي لجعل الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي لمدة يوم واحد، لكي أكتب ما طلبته مني أمي في دفتر الوصيفات الأوائل. لقد تركت مايونجي أم جمجمة رسالة لها، وطلبت منها أن تصبح الوصيفة الأولى للمطبخ، وأن تكتب قصتها الحزينة في دفتر الوصيفات الأوائل. بدأت جمجمة في كتابة قصة أمها الحزينة، وكانت تبكي وتقول: أنا مشتاقة لك أمي، أشعر بالوحدة بدونك. ذهبت بعدها لمقابلة مين جانج، وأخبرته أنها تشعر بالذنب لأنها السبب في القبض على أبيها في الماضي. حتى أمي أشعر بالذنب نحوها. كنت حقا أتمنى الموت، لكنك قلت لي يجب أن تعيشي بسعادة وأن تتمسكي بالحياة، وأنا سوف أفعل لأنك هنا معي. وانتهى اليوم، وذهبت إلى الملك وقال لها: هل أنجزت ما كنت تريدين فعله عندما تصبحي الوصيفة الأولى للمطبخ الملكي؟ فقالت جمجمة: نعم مولاي، نعم مولاي. فقال لها الملك: لدي سؤال،
في الماضي دخلت علي طفلة تحمل شراب وكانت رسالة من الوزير وطلبت مني أن أشرب العصير بترتيب معين. هل أنت هذه الطفلة؟ فعلا في الماضي حدث هذا، وكان ولي عهد لم يكن ملك، وطلبت منه جمجمة شرب العصير بترتيب معين. كانت رسالة مشفرة، وطلبت منه أن تصبح وصيفة في المطبخ. فقالت جمجمة: نعم، هذه أنا. فضحك الملك وقال: هذه أنت، تلك الطفلة الذكية. ومن هنا بدأ الملك بالإعجاب بجمجمة. ماذا سيحدث؟ انتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وأحبكم في الله.